مصر محتاجة عمل وصبر وإرادة. العمل ثم العمل ثم العمل. حديث من القلب للقلب للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفالية اللي أقامتها وزارة الأوقاف بمناسبة المولد النبوي الشريف. كل عام وحضراتكم بخير. اسمحوا لي أرحب بضيفنا اللي مشرفنا ومنورنا النهاردة دكتور محمد صلاح شبيب، استشاري طب الأطفال. السلام عليكم يا دكتور. أهلا بيك. دكتور، بداية احنا النهاردة يعني قبل العمل بقى في مذاكرة وفي امتحانات وفي أطفال عايزين يركزوا عشان إن شاء الله بإذن الله يكون ليهم الطموح الكافي إن هم يتخرجوا ويشتغلوا بإذن الله. إزاي نحبب ولادنا في المذاكرة، إزاي نخليهم يركزوا، وإزاي مشاكل كتير بتواجههم زي النسيان يعني لو حضرتك هتلخص لنا الزقة الأولانية كدهوت للأطفال إزاي نساعدهم. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بالنسبة لنا موضوع الأطفال وموضوع المذاكرة هو موضوع نفسي وتربوي أكتر. طريق يعني الطفل ما بيحبش يروح المدرسة ليه؟ ممكن الفناء بتاع المدرسة ده صغير ما بيعرفش يلعب فيه. حد من زملاته في المدرسة ضربه، المدرس اتعامل معاه بشكل مش لطيف او باسلوب مش فظ. المنهج صعب بالظبط. ده غير الاوفرلود بتاع المنهج نفسه، فبالتالي لازم نشوف السبب وبعد كده نبدا نحله بالنسبه لايه، لرفض الطفل للمدرسه. مع انه اي حاجه في الاطفال بلاش في قصه العقاب والام ومش عارف ايه وتزعق الكلام دوت. لا، دايما الطفل دوت ممكن نغير صفاته باسلوب المكافاه او الريورد بيسموها. طيب هو مش عايز يذاكر، طب مش عايز يذاكر ليه؟ ممكن احنا بنقول له بالعافيه وذاكر ونضغط عليه. طب انا عايزه يذاكر كويس يبقى لازم اغذيه كويس. عايزه يذاكر كويس وعايزه يركز كويس يبقى لازم اشجعه. عايزه يذاكر كويس يبقى اديله الاكلات اللي فيها اللي بتزود التركيز الطفل، زي مثلا الحاجات اللي فيها اوميجا 3 والاسماك والمكسرات والحاجات دي بتزود تركيز الطفل. اهيئ له جو، ما بقاش مثلا مشغل الام في مكانه وبتعمل مش عارف الاكل وسايبه الطفل يذاكر لوحده. المفروض تقعد جنبه ولا المفروض يعني حسب السن طبعا، في اطفال بالسن كبير مش، لكن قصدي التشجيع ان تبقى بتروح له وتيجي عليه بالظبط، يعني اللي هو اندر سوبرفيجن بنسميه، اللي هو تحت عينيها. طيب طب ينفع يذاكر مع اخوه ولا ما ينفعش، او اخته؟ حسب هم طريقتهم في الحوار، هل بيذاكر بصوت عالي ولا ما بيذاكروش بصوت عالي. طيب انا عايز اشجع الطفل ده، يعني في مثلا كذا اقتراح لحاجات لطيفه ممكن يعملها الاب والام في البيت، موضوع تشجيع الطفل على المذاكره. ممكن اعمل جدول، انا عايز المهام بتاع الطفل ده ايه. انا عندي جدول للطفل ده، طبعا كان ده اباف 4-5 سنين يعني او فيما فوق. والطفل التاني، وده كان نوع من انواع المنافسه والتشجيع والتحفيز. انا هكتب جدول كده للطفل دوت، انا التاسكس او المهام اللي انا عايزها منه ايه. انا عايز منه انه يصلي، لان الصلاه مثلا دي بتديله روحانيات تدفعه في المذاكره، يبقى عايزه يصلي. نمره 2، انا عايزه يسمع الكلام، عايزه ياكل، عايزه يذاكر، عايز يصحى بدري، عايز مهام. انت المهام اللي انت شايفه ان فيها مشكله اكتبها في جدول على مدار الاسبوع واعلم. صح، النهارده صلينا، النهارده سمعنا. هل الصح ان انا اركز على كل النقط ديت في نفس اليوم يعني تاسكس، ولا نقسمها؟ لا، احنا هنقول على مدار الاسبوع ده تاسك مهم، ده الصلاه ودي وقت المذاكره. ده بياكل كويس، النهارده ما اكلش كويس يبقى غلط، واعمل له الجدول بتاعه لاخر الاسبوع. انت درجتك كام كذا، يبقى انت ليك ريورد او مكافاه بالشكل الفلاني. لا، انت التاني كان درجته اعلى فيبقى كلها مكافآت وليست عقاب يعني. لا، العقاب ان انا ما هو عقاب الطفل ان انا احرمه من الثواب، من المكافاه. تمام. وده بيعمل نوع من التنافسيه. النقطه الثانيه، ممكن اعمل حاجه زي حصاله فيها كوينز. انت سمعت الكلام، كوين. لا، انت ما سمعتش الكلام ده، مفيش كوين. اخر اسبوع الحصاله دي بتاعته يعني. الكوين ده بتاع الام طبعا، مش هياخد الطفل. كل طفل ليه حصاله فيها كوين. اخر الاسبوع انت عندك كام كوين، الكوين بكذا، يبقى انت كده المفروض انت ده ليك ريورد بالشكل الفلاني. فكره برضو ده نوع من التشجيع. فكره بقى الام برضو والاهل لازم يبقوا قدوه في ان انا اعلم الطفل. نمره واحد. نمره 2، انا احببه في الحاجه. مثلا طب احنا مثلا في موضوع في العلوم بيتكلم مش عارف عن الجهاز الهضمي، يفتح النت مع بعض ونشوف ايه شكله ازاي، وفيديو بيوضح شكل. نوع من التشجيع على المذاكره. يبقى انا ونذاكر لهم، ده كده نوع من المذاكره بشكل مختلف عن المنهجيه واقعد فوق الكتاب واحفظ. لا، احنا نجيب بقى حاجات من الانترنت ونطلعها له ونتفرج عليها فيفهم ويستوعب اكتر ويحبها.
ويحس ان الحاجه دي، لا انا عندي ستوري او قصه بتاعت الطفل دوت سين، القصه دي هي موجوده، ممكن تبقى معموله فيلم او معموله فيلم كرتون، نزلها له شوفها. احنا عشان كده حبينا ان احنا الاسبوع دوت في احتفاليه مولد النبوي الشريف ان احنا يبقى عندنا تقرير قصه حياه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للاطفال بطريقه مبسطه، حتى لو في اطفال هيشوفونا، لو في اطفال مش هيشوفونا يبقى الام بتتعلم الطريقه ازاي تحكيها لاولادها، ممكن تسجلها وتذاعها للاولاد. يعني فكره ان احنا يشوف حاجه غير لما اقعد معاه تعالى اما احكي لك قصه كذا. تمام. النقطه الثانيه برضو فكره ان انا الامتحان، انا في امتحان بلاش توتر يا جماعه. اصل هو ايه، اصل مش كل الناس هتطلع وهتجيب ال100% وتبقى دكتور، ويعني دكتور ده مش مش هي منتهى الامال يعني. نعم. وبيعمل عصبيه، التوتر يبقى بلاش توتر خالص خالص، ماشي، وبلاش مقارنات. لا ده انت مش عارف، ما هو لو كل الناس جابت 100% يبقى كل الناس تطلع دكاتره، طب مين اللي هيكشف؟ يعني هي لازم يكون في فاريشن، لازم نبقى عندنا فقه ان احنا في اختلاف وفي قدرات، الطفل ده قدراته كذا. انا بس فكرتنا التشجيع، لان احنا كلنا الاحباط وده امثله كتير عليه. الاحباط بتاعنا هو اللي بيخلي الطفل ينزل. انما انا اشجع وازود يعني اديله تشجيع بشكل واثنين وثلاثه، وبلاش وشي مبوس في وش الطفل كده وهو بيذاكر، كل دوت بيشجع الطفل ان انا اقدم له الماده الدسمه بتاعه الدروس او بتاعه المدرسه بشكل مبسط، وانه يحب الحاجه، لان هو لو حبها هيدي فيها وهيديكي انتاج عالي فيها، هيبقى مستمتع مش متعصب وزعلان. بالظبط، مش بالعافيه. نعم. احنا عندنا سؤال على صفحه MBC مصر 2 على الفيسبوك: انا بنتي عصبيه قوي وبتجز على اسنانها باستمرار، وحتى لما بتمسك حاجه بحسها عنيفه او متعصبه، مش عارفه اعمل ايه، وشكرا ليكي. شكرا. هي السنه دي ما قالتش السنه قد ايه. روزاليندا يا ريت تبعت لنا تقول لنا السنه قد ايه. امو لا بتقول انا هسال وعارفه انكم مش هتردوا ليه يا حبيبتي، ان شاء الله نرد باذن الله. تردوا انا في تمريض والناس فاكره انهم مش بيذاكروا كويس، والله احنا بنطحن مذاكره، انا بفهم وبذاكر وبحفظ الحاجه وبفهمها، واجي ساعات الامتحان انساها، اعمل ايه؟ مشكله النسيان بقى يا دكتور. ما هو النسيان دي حاجه طبيعيه. هل ده مرض ولا لا، ما هو بصي، مرض ده يعني هو التوتر اللي احنا فيه واسلوب الحياه السريعه والى اخره بيخلي ما عندناش بننسى بشكل او باخر، لكن هو مش حاجه مرضيه، بل بالعكس هي حاجه صحيه، لان احنا النسيان دي نعمه من نعم ربنا ان احنا ننسى. نعم. لكن هو فكره الامتحان دي هي بتحس ان هي مش يعني رايحه الامتحان بلوكت، يعني حاسه ان دماغها ده قفل خلاص، مش فاكره حاجه، مجرد ما بتروح الامتحان بتفتكر. لكن هي لو متوتره بشكل عالي قوي ده ممكن ياثر فعلا بيرفورمانس او على ادائها في الامتحان. هل في تمارين معينه حضرتك تنصحها، يعني طريقه معينه للتفكير، يعني مش ادويه يعني، بس هل في طريقه معينه روشته كده تقدر تديها لنا تقلل من التوتر قبل الامتحان؟ لا بص، هي التوتر ده هو بيجي من الاب والام، كويس؟ يعني احنا لو احنا هنوتر الاولاد، يعني او احنا هادين هم هيبقوا هادين بالظبط، يعني احنا القدوه بتاعتهم. هو زي ما قلت لحضرتك، هو في اختلافات، بلاش توتر خالص. التوتر دوت، لان انت التوتر بتاعك هيتنقل للطفل مباشره. نعم. انت هتوتريه، هيفضل هو خايف، ده انا ما جبتش درجه وحشه، مش عارف يحصل. لكن هو الطمانه والري اشورنس احنا بنسميها، اللي تفضل تقعد مع الطفل في اليوم كذا مره وشد حيله، انت كويس، انت ممتاز بالشكل دوت. لكن انت ما عملش، انت شايف الدرجه نقصت نص درجه، مش كده، فاهماني؟ الاسلوب ده مش صح. نعم. التشجيع زائد ان انا ازود تركيز الطفل في المكان يكون مناسب، الاضاءه تكون مناسبه، ان انا اعمل له جدول للوقت، انا هذاكر من كذا لكذا، انا عندي التايم دوت فري، انا عندي التايم الوقت دوت هتتفرج على التلفزيون شويه. تقسيم الوقت بحيث ما يحسش الطفل ان هو في KG1 وطول اليوم بيذاكر في ثانويه عامه. بالظبط. على MBC مصر 2 فيسبوك مصطفى عباس بيقول: انا بنتي عندها 7 سنين والتركيز عندها تقريبا مش موجود، وتقريبا مش بتاكل خضار والسمك بصعوبه جدا، يا ريت تقولوا لي اعمل ايه معاها. هو لازم تاكل سمك وخضار عشان التركيز. اما هو بص، برضو احنا نشوف الطفل دوت بيسمع كويس، بيشوف كويس، يعني ممكن جدا يكون عنده ضعف في النظر او طول نظر او قصر نظر، يبقى لازم ده بيأثر على التركيز طبعا يا دكتور. طبعا. عنده لحميه، الطفل لو عنده لحميه
بتقفل المناخير، بتعمل انسداد في مجرى الجهاز التنفسي بشكل معين. الطفل يصحى يبقى قلقان، يروح المدرسه البرفورمانس بتاعه وحش، او بيسهر كتير قوي بالليل فيصحى الصبح بقى ايه، بيبقى تركيزه مش كويس. يبقى نشوف الاذن، نشوف عينيه، نشوف في مشاكل في التنفس عنده ولا لا. نعمل ممكن جدا، ما هو انت انا عندي مثلا صوره عنده انيميا، ما هو الانيميا دي هتخلي البرفورمانس بتاع الجسم كله قليل. عنده نقص حديد، نقص حديد يقلل على الاي كيو، او اللي هو بيسموها مستوى الذكاء بتاع الطفل. لو عنده نقص حديد من هو صغير يبقى لازم يعالج لو في نقص حديد. التغذيه الجيده بشكل كويس زائد التشجيع، وزود عليهم بقى الاكل اللي بيزود التركيز على الطفل، وهو الاوميجا 3 ده من اكتر الحاجات اللي بتزود موضوع التركيز عند الاطفال. والخضار الفيش، البروتين، الاكل الصحي السليم هو اللي بيزود مناعه الطفل، زائد تركيزه في المذاكره. حفصة محمود بتقول ممكن أسأل الدكتور، ممكن أنمي ذكاء البيبي أثناء الحمل إزاي؟ هي عايزة بقى تشتغل عليه من وهي لسه حامل فيه. يعني ربنا يكرمها يعني. يعني هي تاكل كويس بس يعني الام نفسها لو تغذيتها برضو بشكل صحي سليم، ومتابعتها مع طبيب الامراض النساء والتوليد، سواء ان هي محتاجه فيتامينز معينه، محتاجه فوليك اسيد، محتاجه كالسيوم، محتاجه حديد، الحاجات دي بتفرق مع ايه، ان الطفل ينزل صحي او ما فيهوش مشكله. حضرتك اشرت ان الجيوب الانفيه لو في مشاكل في العينين ممكن تسبب ضعف في التركيز. طبعا. ايه تاني ممكن يسبب؟ يعني الانيميا كمان يا دكتور؟ الانيميا ممكن تسبب. ايه تاني؟ الانيميا واي امراض، يعني نفترض طفل عنده مرض مزمن، عنده مشكله في الكلى مزمنه، يعمل هيبقى تركيزه ضعيف. طبعا. اي مرض مزمن نعم لازم ياثر. الطفل عنده مثلا عنده حساسيه في الشعب الهوائيه وما بيروحش المدرسه غير مثلا كل اسبوع مره او مرتين، ده هياثر عليه طبعا، هياثر على البرفورمانس، وياثر على التحصيل، وياثر كويس. فبالتالي اي مرض مزمن سواء الانيميا او غيره، العين لو فيها ضعف نظر او طول نظر يخلي الطفل مش مركز كويس، ما بيسمعش كويس. طب علاجه ايه؟ نعمل ايه غير ان هو يلبس نظاره؟ او لازم يعني مجرد ما عالجه التركيز هيرجع تاني؟ طبعا طبعا. التغذيه، يبقى احنا في اسباب مرضيه سواء لازم نعرفها ونعالجها. لازم نشيك على الطفل ده. ممكن لو الطفل عنده سكر بس مش هيركز كويس، ارتفاع وانخفاض السكر. والله يا دكتور واحنا كبار كده انا عندي برد ومش عارفه اركز كويس. يعني فعلا سبحان الله اي مرض بيجي حتى لو حاجه بسيطه. لذلك الام تقول لي هو عنده نزله برد مش لازم يروح، هوديه المدرسه. طب انت هتوديه المدرسه هتعدي اطفال اخرين، والطفل نفسه ممكن ينتكس وهو كده كده تعبان مش مركز. فده دكتور محمد صلاح شبيب بشكرك وافدتنا، وان شاء الله وعد بلقاء قريب باذن الله نستكمل فيه حلقاتنا وموضوعنا. بشكركم مشاهدينا الكرام، ونقابلكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد الساعه 4 مساء على شاشه جميله، شاشه MBT مصر 2. اتفضلوا.